في إطار محاربة جريمة المضاربة غير المشروعة والممارسات التجارية التدليسية في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازا من توقيف شخصين وحجز كمية معتبرة من زيت المائدة تقدر ب 14102 لتر. تعود حيثيات القضية إلى توقيف أفراد السرية الإقليمية لأمن طرقات للدرك الوطني بتيبازا لشاحنة محملة بكمية معتبرة من زيت المائدة المدعم وغير المدعم تقدر ب 6372 لتر على مستوى الطريق السريع بمحول خميستي. وبعد مراقبة الفواتير الخاصة بالسلع تبين أن بائع الجملة قام ببيعها لتاجر واحد فقط، مخالفا بذلك التوصيات والبرنامج الموجه للموزعين للقضاء على ندرة المواد المدعمة واسعة الاستهلاك. بعد تفتيش محل التاجر الكائن ببلدية شرشال من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخميستي، تبين أن المعني قام بتكديس كمية معتبرة من الزيت بالمخزن التابع لمحله تقدر ب 7730 لتر، ولم يعرض إلا كمية قليلة بالرفوف ليتم توقيفه وحجز السلعة. تم إعداد ملف جزائي ضد الموقوفين تضمن جنحة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية في انتظار تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة للبث في القضية.